السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحلى أسرة؟ كيف حالكم يا رائعين؟ إن شاء الله تكونوا في خير وفي سعادة وفي تقدم وفي ازدهار، والأهم من هذا كله في حب ورضا رب العالمين علينا، لأنه هذا سر وجودنا على الدنيا قبل الآخرة. بصراحة الحلقة هذا أنا متحمسة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. جتني أسئلة على التعليقات هانة من أروع التعليقات الذي سمعتها من حين بدأت اليوتيوب لليوم. التعليقات الذي جتني أمس في الإيميل، إيش قالوا؟ يا أستاذ كيف نعرف إبليس؟ كيف نعرف الشيطان؟ أمانة أقسم بالله أنه أحلى سؤال وأروع سؤال، وأنا أحييه من داخل قلبي الذي سأل هذا السؤال. أنا أقول لكم كيف تعرفوا إبليس علشان تتفادوا، وفي نفس الوقت تعرفوا كيف بيوسوس، وتعرفوا كيف بيدخل لبني آدم، وتعرفوا كيف بيستر يأثر على بني آدم. شوفوا، إبليس ما بش له سلطة على الإنسان الذي هو قريب من الله. تعرفوا ليش؟ أقول لكم ليش. جسم بني آدم ربنا خلقه إحساس واحد، ويتفاعل بطريقة ديناميكية خطيرة. أنا لحد الآن ما قد نشتري يعني هذا الجسم كيف بيفعل، بس أنا عددتي لكم السيكولوجية المهمة في الحلقة كلها. الشيطان كيف بيفعل؟ بيستغل حواسك. ما هي الحاسة؟ أقوى حاسة في جسم الإنسان الذي بتأثر على الجهاز التناسلي أي شيء؟ حاسة البصر. حاسة البصر هذا من أقوى وأعظم الحواس الذي خلقها الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان. الشيطان كيف بيفعل؟ بيصير يشوف أي واحدة معجبة بجسمها أو معجبة بشكلها أو معجبة بمفاتنها، ما يفعل؟ يوسوس لها، خصوصا إذا كان إيمانها ضعيف. ما يفعل يقول لها أوه بسري على صدر، والله نو حرام تخبي، قومي وانتي خرجي بسري، خلي الناس يبسروا على جمال فوقش، يبسروا على خلقه، يبسروا على قمر، يبسروا، ويجلس يوسوس لها يوسوس لها يوسوس لها. ولأني عقلها متصل بهذا الشيء بتطرح في يدها من نفس النوع. كيف يعني؟ يعني بيطرح في يدها مقاطع للجمال، عارضة أزياء، فهمتوا؟ فكيف بتفعل هي؟ تخرج المفاتن. هنا يأتي دور الذكور والرجال. في فرق السماء والأرض بين الذكور وبين الرجال. الذكور عاد يجذبهم لحياتها، ليش؟ لأنهم بيدوروا هذا النوع أو هذا الشكل، وبيبحثوا في هذا الأشياء التي حرم الله، ولأنهم بعيدين عن الله سبحانه وتعالى بيكون تأثير الشيطان عليهم قوي فوق ما تتخيلوا. لهذا حاسة البصر متصلة بالجهاز التناسلي، لهذا تبصر حياتك كلها غير فضول. يشتي بصرت هيك ما لبست، يشتي بصرت هيك كيف مؤخرتها، يشتي بصرت هيك كيف صدرها، يشتي بصر. فهمتوا؟ الرجل الحقيقي كيف بيفعل؟ الذي إيمانك قوي ويخاف الله ما بيفعل. أول ما يبصر حاجة ساعتين ولو مرت بالصدفة يغض بصره، يغض بصره. عرفت والله لما قال غضوا من أبصاركم للنساء وللرجال، عرفتوا ليش؟ لأن البصر حاسة قوية جدا، ومن أعظم الحواس الذي خلقها الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان، تلعب بالإنسان لعب. عرفتوا المطاعم ليش بيضحكوا على الناس بالأكل حقهم؟ بيلعبوا على حاسة إيش؟ بيلعبوا على حاسة الطعم وحاسة الشم. سهم الدقيق معاكم شم يجنن وطعم يجنن، بس الفايدة صفر. والدقيق والسكر ما بيفعل، بيخبط الهرمونات، بيقلب الهرمونات، بيغير الهرمونات، والهرمونات في جسم الإنسان إذا تغيرت اقتلبت حياته إلى جحيم. بعدين بدل ما يكون فاعل يرجع مفعول به. أفتهم لكم يا جماعة؟ فالإنسان يغض بصره
بتلاحظوا من أول ما بدأت فيديوهاتي لا لبست لكم مرنقش، ولا فعلت حركات مغيرة للنظر، ولا بين أفعل مكياج، ولا بين أفعل تبرج، ولا بين أفعل شيء. تعرفوا ليش؟ لأننا بين نحترم نظركم، لأننا بين نحترمكم. وقبل ما أحترمكم أنا بين أحترم نفسي، وبين أحترم خالقي، وبين أحب خالقي ومخلصة لخالقي. لهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إلا عبادك منهم المخلصين. يعني المخلص في كل شيء. أنتوا دارين إن في نبي خلى أخوه نبي وهو مش شو نبي؟ كيف؟ الإنسان بأفعاله وتصرفاته يقدر يعيش النعيم أو يعيش الجحيم. وكم يا آيات في هذا الشيء. شوفوا، عملية التجميل هي أبسط من ما تتخيلوا، وأنا قادرة أفعل عملية تجميل، بس في آية في القرآن هي المطب، هي الذي بتحول بيني وبين عملية التجميل. وقلت لكم الشيطان هدفه يغير خلقك. وأقول لكم كيف بيجي الشيطان. أمانة أسألكم بالله، كم مرات تبصروا نفسكم في المراية والشيطان يجي يقول لك: أمانة ابصر على نخراه، إن قلدك الله هذا خلقه، بصر ربنا كيف خلقك، بصر ربنا كيف خلق هذا، كيف خلاه حالي، وبصر ربنا كيف خلق شوعاه. يشككك في خلقك، يخليك تشك في خلق رب العالمين، يخلي ثقتك بنفسك مهزوزة. لازم تثقوا بأنفسكم وتثقوا بخلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقك بهذا الشكل إلا الحكمة، وما خلقك بهذا الهيئة إلا الحكمة. وأنت تغير نفسك بنفسك، أنت اللي تقدر تسبر نفسك بنفسك. الإنسان أينما يضع نفسه، لأن الجمال الحقيقي هو الجمال الذي داخل، لأن الجمال الذي داخل يحلي الجمال الذي خارج. في ناس خلاص الشيطان قد تملككم وخرجتهم من ملة إبراهيم، وخرجتهم من ملة محمد، خرجتهم من ملة الإسلام نهائياً. والطفل على ما تربوا يا إما يتيهود ولا يقع من ملة إبراهيم، ملة محمد، ملة الأنبياء كلهم، وملة رب العالمين، وعلى كتاب رب العالمين، وعلى ديننا الحنيف الإسلامي الصح الذي أمر به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، دين الإسلام الحقيقي. لهذا غض بصرك، نصيحة لله، الإنسان الحقيقي غض بصرك، لأن البصر عيدهدهك، البصر عيشلك لأسفل السافلين، عتشوف نفسك رخيص منحط. لازم تغضوا أبصاركم، مش من شيء، غض أبصارك تحميها، تحمي بصرك، تحمي شهواتك، تحمي غرائزك من الشيطان ووسواسه وأعماله. ما قلت لكم اللي بيطلعين متبرجات بيطلعين متمكجات، الشيطان قد أغواهن وخرجهن عن الملة. لهذا قدن من أتباع إبليس، ما عدنش من أتباع الله سبحانه وتعالى. في ناس على فطرة الإسلام، وفي ناس على فطرة الكفر، على فطرة الشر، هؤلاء خلاص واضحين. وفي ناس أصبحوا على فطرة الإسلام وفطرة الحق، وهذا هو الصح. قلنا لكم الشيطان شغال، وأنا أشكركم من كل قلبي على هذا السؤال. لهذا الشيطان يأتي للإنسان من الغرائز، يأتي للإنسان من الشهوات، يأتي للإنسان من المعاملة. إذا كانت معاملتك سيئة دخلك في حروب، ودخلك في مشاكل، ودخلك في فقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، إن الله واسع عليم. فهمتوا؟ شهوات الأكل، إذا كنتوا عايشين بشهوات الأكل الشيطان يدخل لك من هنا، يحرك حاسة الشم وحاسة الطعم عندك لما يخرب الهرمونات الذي عندك، وفي الأخير تصبح سمين، أو تصبح حالتك النفسية زي الزفت، أو تصبحوا في أمراض متواصلة ومن مستشفى لا مستشفى. الشيطان يدخل لكم من الشهوات. كل ما انغمس الإنسان في الشهوات كل ما كانت قيمة الصفر، كل ما جسمه رفضه، كل ما كانت أعمال السيئة، كل ما كان في جحيم. الشيطان يدخل لكم من الدين المعاملة، كل ما كانت أعمالكم
مع الله غير صحيحة وغير صادقة، كلما هجركم الله سبحانه وتعالى وأصبحتوا في كنف الشيطان الرجيم. هذه كانت رسالتي، وشكرا على التعليقات. وكل إنسان بيسب ويغلط علي أنا دارية إنه مش هو، وإنه بيمشي بعد إبليس، لأن إبليس شغال. والحمد لله كده أنا بين أعرف إبليس ما بيفعل وكيف بيفعل وما بيسوي وما بيقول ومنين بيجي وعن طريق من بيجي. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. ربنا يحفظكم ويهديكم ويصلحكم إلى ما يحب الله ويرضاه. وتذكروا الآخرة خير وأبقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.